الله سيدي ولادة رئيس قسم اتحادية المنمين في الزوارات وعضو المكتب التنفيذي للاتحادية الوطنية على المستوى الوطني. احنا اولا انطلاقا من الموقف ندين التصرفات اللي قام بها الجيش المغربي في قتل المدنيين الابرياء العزل في هذه التراب المتنازع عليها اللي ينقال لها الصحراء الغربية. ونذكر هون بأن احنا المملكة المغربية ما تحدنا، احنا تحدنا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ونذكر هون بأن هذا اللي ينقال له المدنيين يحميهم القانون الدولي العرفي وتحميهم معاهدات جنيف وملحقات البروتوكول الرابع من بروتوكولات جنيف تحمي المدنيين في أرض النزاعات. معناها عنا كنا نأملوا عن حكومتنا عنها تنطلق من ذا المنطلق، دايرة قدامها القانون الدولي اللي يحمي المدنيين، ودايرة قدامها جثث مدنيينها اللي ما فاتوا ندفنوا اليوم، ودايرة قدامها حيوان منمينها اللي هو مازال ما تقدر توصل له وانت جايبه مويها والله جايبه صره. واحنا المملكة المغربية هي الأول ادعات عنها عندها درونات يفاصلوا النمل. منين تعود تستهدف السيارات المدنية اللي رافدين لا صرة من فرين وواحدة من مار وذيك مواجهة في أحيائهم وفيهم مدني متحزم وتحوز عليهم وتخبطهم بالذخيرة، الذخيرة المافت نعرفنا طبيعتها شنو هي. نلفت الانتباه هون عنا ذي ذخيرة نخبطوا بها المنمين احنا ما نعرفوا طبيعتها. بينا اللي اجبرنا جثث محترقة تماما وهي متقانية ما طاير منها شيء، واجبرنا جثث مخبوطة بذو الصواريخ وتفتت اشلاء ما بقى منها شيء. لذلك قلنا عن فم تقد تعود فم مواد محظورة دوليا، محظور استخدامها دوليا، كيف قنابل الفوسفور والله روايات فيها الاورانيوم، وذا مطالبين الهيئات الانسانيه بالتحقيق فيه. الثاني امريكي هذا اللي قال له مفوض حقوق الانسان عندنا ما سمعنا له نصه واحده، ما سمعناه خاطب المنظمات الدوليه في ذا المجال اللي ذا هو، حتى انه قد يامن ان ممر الينا دفنوا موتانا اللي ما زالوا، وجايتنا الاخبار والنامس عن جثه من واحد منهم اتصلوا بها ذياب وكالوها وما زالت بقايا منها الفمات اياها، ما فتنا قدينا ندفنوها. من ذا المنبر نوجه نداء الرئيس الجمهوريه بنا اللي عرفنا عن الحكومه لما تبلات به، مع انها حكومه انتم السيد الرئيس قلتوا عنكم طيتوها جميع الصلاحيات، الوزراء عندهم جميع صلاحياتهم، رئيس الحكومة عنده جميع صلاحياته. احنا الى الان هذا اللي وقع من الاتصالات اللي عدلت الاتحادية الوطنية جبرت وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير البيطرة، الوزير الاول، هذا اللي